عارف انت صاحبك اللي دايما يخسر ويقولك الدراع بايظ؟ النهارده بقى انا جايب لك دراع ما بيبصش، يعني في كل حاجه تتخيلها، يعني تي ام ار ستيكس، هول افكت، سوابابل تريجرز واوبشنات تانية كتير. من الاخر مفيش حاجه اقوى منه في الشركه كلها. جيم سير جي 7 برو تريبل زي اديشن، ده الفلاج شيب بتاع جيم سير مالتي بلاتفورم كنترولر. اعتبر حد قاعد جنبك بيساعدك وانت بتلعب، ياكش تعرف تكسب بس بعد كل ده. يلا بينا نجربه ونشوف كل تفاصيله مع بعض. يا ريت يا صديقي تشترك في القناة وتفعل الجرس، هتلاقي فيديوهات جامدة هتعجبك، واكتب لي تعليق حلو زيك كده. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا واهلنا في مصر وفلسطين والسودان وكل مكان، ربنا يفرجها علينا جميعا يا رب. هيا بنا في رحلة شهابية جديدة. الدراع اللي معانا ده موديل جي 7 برو، بس واخد كده سيم رايق وتعديلات بسيطة، وبيجي كمان معاه شوية اكسسوارز. موديل الكنترولر زينلس زون زيرو او تريبل زي. العلبة دي تعتبر اكبر باكج دراع ممكن تلاقيها، هي مش كبيرة حجما بس لا، دي كمان فخمة جدا زي ما انتوا شايفين، ولما بنفتحها بنلاقي جواها 3 علب صغيرين. اول واحدة فيها شنطة صغيرة كده بسوستة شكلها تحفة، والماتيريال بتاعها حلو قوي، بتشيل الدراع وقعدة الشحن كمان، هتنفعنا في التنقل جدا. كمان بيجي مع المتعلقات ميدالية كده حلوة فيها جزئين شفافين وصورة في النص، شكلها رايق وجديد وعجبتني قوي. كمان بيجي في المتعلقات 3 قطع للوش، اللي هم الجريبين اللي من على الجنب والواجهة الأساسية للوش. ممكن تعمل ميكس زي ما أنا عامل كده، وممكن تركبها كلها، برضو إضافة حلوة قوي. بيجي مع الدراع 6 ستيكس بأطوال وتكستشرز مختلفة، بحيث نوصلهم حسب راحتنا واستخدامنا، ودي إضافة حلوة جدا وبتتباع بفلوس منفصلة. الكنترولر بيجي باللون الأسود مع أجزاء بسيطة سيلفر وأورنج. خامات التصنيع من البلاستيك عالي الجودة، ماتيريال محترم قوي زي اللي متعودين عليه. جي 7 برو بيجي بتصميم دراع الاكس بوكس، اكس بوكس لاي اوت، مع تركات بسيطة كده في ظهر الدراع. ماسكة الكنترولر حلوة قوي، خصوصا الجريب اللي في الجنب، مصنوع من السيليكون او المطاط، ما بيعرقش وبيثبت في الايد حلو جدا. الدراع اللي معانا بيشتغل بثلاث انظمة وايرلس عن طريق دونجل يو اس بي 1000 هرتز بولينج ريت، وبلوتوث فيرجن 5.3، وده من احدث الاصدارات، عايز اقولك بيلقط من مسافات بعيدة قوي. واخر حاجة بسلك عادي، والسلك هنا 3 متر، وده طوله مميز جدا للمساحات الكبيرة. معانا دعم للويندوز والاكس بوكس اكس و1 واس، وكمان الاندرويد، يعني مالتي بلاتفورم كنترولر. بيجي مع الدراع قاعدة للشحن مصنوعة من البلاستيك وتصميمها شيك قوي، بنوصلها بالكمبيوتر عن طريق مخرج يو اس بي، هي بتشتغل مباشرة مجرد ما تحط الدراع فوقيها. شكلها شيك وحلو قوي، وتعتبر هولدر وشاحن في نفس الوقت. الزراير الأساسية ال A وال B وال X وال Y اوبتيكال مايكرو سويتش، وده صوت الدوسة بتاعتها وإحساسها. ودي من أفضل وأسرع سويتشات التحكم، هتحسها شبه كليك الماوس كده، ودي مختلفة عن الهول افكت أو الميكانيكال اللي احنا متعودين عليها في الدراعات العادية. الكنترولر شغال بنظام الهول افكت، زي ما جيم سير مشهورة بالانتي دريفت، ودي تقنية بتخلي الحركة جوه مجال مغناطيسي ماجنتيك بدون اي اجزاء ميكانيكال في النص، لان احتكاك القطع الميكانيكية دي بيخليها تتآكل على المدى البعيد، مع كتر الضغط بيحصل مشكلة الدريفت. لكن جيم سير عالجت الموضوع ده نهائيا، عشان كده الكنترولر معانا بيكون اداؤه افضل وانعم في الحركة، كمان عمره الافتراضي بيكون اطول. الاسهم في الدراع ده مايكرو سويتش، والجميل في الموضوع انه بيتغير وبيجي معاه قطعتين اضافيتين بنبدل فيهم حسب راحتنا. بنفك الوش بتاع الدراع وبنركب اي جزء عايزينه، ممكن نخلي الاسهم قطعة واحدة او منفصلة حسب راحتنا. الستيكس شغالة بنظام التي ام ار، وده من احدث انواع التقنيات المستخدمة، ويعتبر تطوير للهول افكت العادي، مفروض انه احسن منه 4 اضعاف. الاستجابة بتاعته ودقة الحركة اكتر برضو من الطبيعي، كمان هتلاحظ ان في نعومة كبيرة في الحركة، حاجة كده زي الفرق بين الدركسيون العادي والباور. الستيكس حرفيا محتاجة لمسة مش دوسة. كمان بيجي الجريبات الجلدي دي اللي ممكن نحطها على الستيكس، زي ما انا حاططها كده، بيجي 2 اورنج و2 ابيض. دي برضو بتخلي الحركة حلوة قوي، ومجرد زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل تاتش بس للستيك او للانالوج وبيتحرك معايا، وفي نفس الوقت بيدي منظر جمالي حلو للدراع.
خد لك كمان الميزة العظيمة دي، الار2 والال2 بنقدر نبدل في السويتش بتاعهم ما بين الدوسة العادية الهول افكت الميكانيكال او المايكرو سويتش. زي ما شايفين كده من خلال الزرارين اللي ورا دول بنغير مود الضغطة بحيث يبقى عندنا اوبشنز حسب الجيم وراحتنا في التحكم. بنلعب لعبة عربيات مثلا وعايزين نزود بنزين واحدة واحدة براحتنا، يبقى بنخلي الدراع على الوضع الهول افكت او الميكانيكال العادي. بنلعب لعبة شوتينج وعايزين ندوس ضغطة واحدة يضرب معانا او يعمل اي اكشن، بنخليه على الوضع المايكرو سويتش، وهكذا باختلاف الالعاب. في الدراع من تحت بنلاقي فتحة 3.5 مللي للاوديو او السماعات، وزرار لقفل وفتح المايك. معانا زرارين في ظهر الدراع من تحت زي اغلب دراعات جيم سير، بنقدر نحدد لهم اي شورت كات عايزينها. في زرار صغير جنبهم بيقفلهم خالص لو مش حابين نعمل لهم تخصيص، بحيث ما يخبطوش في ايدينا واحنا مش مستخدمينهم، ودي حركة حلوة بصراحة. كمان في زرارين تاني فوق جنب التريجرز، يعني الدراع مليان زراير بصراحة، شغالين مايكرو سويتش برضو، مكتوب عليهم L5 و R5، اسمهم ميني بامبر. يعني دول ما حبيتهمش بصراحة، كل ما اجي ادوس على التريجرز اللي فوق بايدي بتخبط فيهم غصب عني. في زرار ورا في نص الدراع بيغير مود التوصيل، بنختار منه عايزين بلوتوث ولا وايرلس ولا سلك. الفايبريشن شغال من خلال موتور رباعي، اداؤه حلو جدا وقوي، لازم تمسك الدراع جامد عشان ممكن يقع من ايدك من شدة الاهتزاز. عندنا جايروسكوب اللي هو الموشن كنترول، حاجة كده شبه الوي والتحكم فيه، بس بيشتغل على الكمبيوتر بس. الدراع بيجي ببطارية 1200 ملي امبير، ودي كبيرة جدا وهتسد معانا وقت طويل. عندنا سوفت وير جيم سير نيكسوس، بنتحكم بيه في كل الزراير وتفاصيل الدراع، الواجهة بتاعته بسيطة والتعامل عليه سهل جدا. وزن الدراع 270 جرام، مش خفيف قوي لانه حوالي ربع كيلو، بس في اللذيذ يعني مش هيتعب ايدك خالص. زي عادة جيم سير معانا جيم باس التيميت لمدة شهر مجانا. معانا ضمان لمدة سنة من جيم سير، كمان في 30 يوم استرجاع في حالة اي مشكلة. سعر الدراع $130، يعني حوالي 6200 جنيه مصري تقريبا. جربنا اكتر من لعبة على الكمبيوتر والدنيا لذيذة قوي، يعني انا قعدت العب بالدراع كتير جدا زي ما انتوا شايفين. كمان التي ام ار ستيكس دي انا استغربتها في البداية لانها خفيفة قوي عن اللي متعود عليه، حرفيا زي ما قلت لكم احنا بنعمل تاتش بسيطة مش بندوس، يعني مفيش اي مقاومة زي الدراعات العادية. يعني الكلام ده في ناس هتشوفه عيب، خصوصا لو انت من النوع اللي بيحتاج مقاومة في الدراع كده وبتحتاج الدراع يبقى عافي معاك ياخد ويدي. وناس تانية هتشوفه ميزة، اللي هم مش بيتعنفوا على الدراع خالص ومسكتهم رايقة كده وبسيطة وبيتعاملوا مع الدراع برومانسية. عموما كلها اراء وتعود، بس خليني اقولك ان التقنية والعمر الافتراضي والسلاسة في الحركة كل ده بيخلي التي ام ار ستيكس ميزة اكيد، بس الحكاية كلها زي ما قلتلك شوية تعود ان انت تجرب الحاجة الجديدة مش اكتر. التحكم سلس وسريع، مفيش اي اخطاء قابلتها. عملت تيست للدريفت والانالوج سواء ببرامج او من خلال اللعب نفسه. زي ما شايفين كده انا لعبت العاب كتيرة قوي، سواء الالعاب الفايتنج او الكورة او الالعاب الشوتينج وكذا حاجة عشان اجرب كل تفصيلة في الدراع. السوفت وير والدعم طبعا على كل الجيمز ممتاز، اكس بوكس كالعاده بتغطي كل حاجه وبتتعرف اوتوماتيك، مش هتحتاج ان انت تعمل ظبط مانيوال الا لو عايز تخصيص معين. غير كده دعم ستيم والويندوز، يبقى كانك قاعد على الكونسول بالظبط. معدلات التأخير عن طريق الدونجل والبلوتوث استجابتها كويسة، يعني مفيش لاج خالص قابلني. 1000 هرتز تعتبر سرعة متوسطة مش أعلى حاجة، فلو بيفرق معاك الجزء من الثانية وانت محنك قوي يبقى خليك في السلك. لكن برضو الوايرلس هنا خليني اقولك اني محسيتش فيه باي تأخير، خصوصا ان لعيب بلاي ستيشن كومود يعني. عندنا تنوع مع جي 7 برو باصداراته، يعني 3 اصدارات من اول $80 لغاية $130، كلهم شبه واحد مع فرق تقني بسيط قوي، والباقي بتبقى فروق في السيم او الشكل والاكسسوارز اللي بتيجي مع الدراع. فاختار اللي يناسبك سعرا وشكله عاجبك، في كل الحالات هيبقى معاك دراع حلو قوي. لو بتدور على دراع ما فيهوش غلطة حرفيا، مالتي بلاتفورم، هول افكت، تي ام ار ستيكس، اوبتيكال مايكرو سويتش، سوابابل تريجرز، بطارية كبيرة ومزايا تانية كتير، يبقى جي 7 برو هو الاختيار الامثل ليك. جي 7 برو باصدارته العادية او التريبل زي او الواتشنج يعتبر دراع مميز قوي، ترشيح شهابي اكيد.